السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. هنعمل مع بعض النهاردة او هنغسل مع بعض النهاردة المواعين بطريقة سهلة وبسيطة، طريقة الاجانب. الطريقة دي شفتها زمان على فتكات او قريتها يعني زمان على فتكات، وبصراحة من ساعة ما قريتها وانا كل ما اكسل عن غسيل المواعين او احس ان انا بردانة اغسلها بيها. الطريقة دي مش هتحس ببرد، مش هتحتاجي غسالة اطباق، هتغسلي عادي وانتي واقفة او وانتي قاعدة. المواعينك هتتعقم. هيبقى كلك طاقة وحيوية، مش هتحسي بالبرد خالص، هدومك مش هتتبلبل. يعني بصراحة كلها مميزات. هتدعوا له على الطريقة دي، وما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة كده، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ويلا تعالوا بينا نغسل المواعين. هنحتاج في الطريقة بتاعتنا 2 صحن بلاستيك يكونوا واسعين شوية عشان يشيلوا الحاجات. طبعا المواعين نكون مفضيينها من اي حاجة فيها، يعني لو فيها بواقي رز، لو فيها حاجة كده زي ما بتفضيهم لغسالة الاطباق كده. ويكون عندك طبعا خل وبريل وسلك المواعين او اي حاجة بتغسلي بها المواعين. وخلاص. يلا شوفوا هنعمل ايه. هنملى اول حاجة، نملى الطبق دوت ميه سخنه سخنه خالص، يعني هنشغل الحنفيه على السخن. هنملى الطبقين ميه ونشوف بعد كده هنعمل ايه. طبعا انا ببدا الميه وهي بتسخن، مع الوقت بتسخن وبتسخن خالص كمان. يعني انا مليت الطبقين كده ميه. ده طبق يكون كبير شويه، بس ده طبق زياده عن اللزوم. وده طبق التاني مليتهم هما الاتنين ميه سخنه سخنه خالص من الحنفيه. هنروح عاملين ايه بقى؟ هنروح حاطين البريل كده. طبعا انت اي نوع بريل عندك تحط كميه لا باس بها كده من البريل، الكميه تقريبا اللي انت بتغسلي بها المواعين عادي. استنى نفتح ازازه الخل لان انا عاملاه مستحيل. وده خل انا طبعا عامله له فتحه عشان ما يدلقش كتير، فمعلش عشان بصور بايديا. هنحط له شويه خل. الخل ده ميزته ان هو بيعقم المواعين، وميزه الميه السخنه بقى انها بتعقم ومتحسسكش بالبرد اي حاجه لازقه في المواعين بتطلع منها. يلا الطريقه بتاعتنا ان احنا بنحط كل المواعين في طبق منهم. دي المواعين بتاعتي دوبك فضيت منها قاعدة مش نظيفة. فضيتها يا دوبك من اللي لازق، اللي فيها رز، اللي فيها حاجة من بواقي الاكل، بكوباياتها بكله. الخل ما بيخليش حاجه تتفيح. وانا طبعا الحاجات دي بشهدها تاني مش على قد كده بس. حطيت المواعين كلها. اي نوع مواعين عادي مش هيجرى له حاجه. وطبعا الميه السخنه هتدوب اي دهون واي حاجه لازقه هتطلع. حتى الاطباق، حتى الكازرولة بتاعه اللبن هتنضف معاكي بكل سهوله. مش غسلت المواعين ولا هدومك هتتبلبل طبعا عشان مفيش طرطشه. وهنسيب المواعين كده شويه. يعني ممكن انتي بعد ما تحضري الغدا وتتغدوا تحطي المواعين تملي الطبق ميه وتحطي فيه المواعين وتسيبيهم عقبال ما تشربي الشاي ترجعي لهم، تكون بقى الدهون ساحت وكل حاجه. يعني الدهون ساحت، ولو فيها مثلا حاجات لازقه تخلع وكده، وبعدين ترجعي تغسليهم. طبعا احنا حطينا الطبقين في جنب بعض، الطبقين الكبار. اهي الطبق اللي احنا هنشاهد فيه المواعين، ممكن تحطي فيه خل ممكن لا، لانك انت حاطه هنا خل اساسا. وده الطبق اللي احنا مليناه ميه وبريل، حطينا فيه ميه وبريل وخل، وحطينا فيه المواعين ليناها كلها كده زي ما انتم شايفين.
المواعين على فكرة الكوبايات بتبقى بتبرق وتزيق من كتر النظافة، والستانلسين بيلمع خالص طبعا من الخل اللي احنا حاطينه في المية، والمية السخنة طبعا بتعقم وتنضف وبتحش الدهون واي حاجة في المواعين بسهولة رهيبة. يلا بينا نغسل المواعين. بدأت هنبدأ بقى نغسل المواعين جوه المية كده. طبعا المية فيها بريل وكل حاجة، شايفين الطبق بيلمع ازاي. كوبايات عادي كده واحنا نغسلها كده. بصوا شكل الكوبايه، شايفين كوبايات كأنها جديده. طبعا في الطبق اللي احنا بنشاهد فيه. لو عايزين تشاهدوهم مره ثالثه بعد كده شاهدوهم، لكن انا ما اعتقدش انها محتاجه تاني، لان الخل مش بيخلي البريل يرغي قوي. يعني احنا حاطين كميه بريل لكن مع ذلك مش مرغيه قوي، وهو بيفصل البريل اساسا، لان البريل ماده مسرطنه فبيفصلوا عن المواعين. يعني نصيحه، لو حتى مش هتغسلي بالطريقه دي ضيفي بخل على البريل بيفصل شايفين الكوبايات؟ الكوبايه دي كان فيها باقي لبن، شايفين الاطباق. والحاجه اللي تحس ان هي دهونها قويه يعني خالص ممكن تحط لها حته بريل برضو، بس ما اعتقدش ان في حاجه محتاجه تاني. الميه السخنه بتدوب اي دهون، مش بتحسسك ببرد، بتحسسك بالعكس انك دفيتي، مش هتخليكي تحسي انك كشه من المواعين كده. شايفين؟ بصوا المواعين ولسه ما شهدتش ولا حاجه. شايفين المواعين اهي اكل اهو، خفيفه. بس جوه الميه كده عادي. شايفين؟ بصوا سامعين التزييقه؟ شايفين الكوبايات؟ انا حاطه كام كبير من الميه لان حسيت ان الميه سخنت خالص، ما كنتش قادره احط ايدي فيها فزودت الميه. ميه الغسيل يعني عادي، انت ممكن مش لازم تملي الميه كميه الميه دي كلها. شايفين؟ بس هوريها لكم الحاجات دي بعد ما تشاهد تاني بتبرق اكتر. بغسل المواعين ما بحسش بان انا غسلتها. انا يا بنات اصل بكره خالص غسيل المواعين، فكنت دايما ببحث عن الحاجات اللي تسهل عليا. شايفين دي كنت غاليه فيها لبن، شايفين كنت غاليه فيها لبن. بصوا اللبن بيخلع ازاي بكل سهوله ويسر. تخيلوا الحاجه اللي كانت بتغلبني خالص خالص في الغسيل. الحله اللي انا بغلي فيها اللبن، والحله حله اللي كنت بسيح فيها السمنه البلدي. شايفين؟ بصوا بتلمع. شايفين الاطباق؟ شايفين دي كنت عامله فيها شعريه باللبن امبارح. شوفوا بتخلع منها الحاجه ايه بطريقه، بس انا مش عارفه انزل ايدي، حاسه ان انا خايفه الميه تبلبلني، مش متعوده ان انا اتبلبل. في نفس الوقت مش عايزه ابين ايدي، مش عارفه كنت اعمل ايه. المفروض جبت جوانتي بس معلش، مش عايزه ايدي تبلبل ميه بس هدومي. طبعا ممكن تشاهدي على طول، وممكن تغسيهم كلهم كده وبعدين تشاهدي. عايزه تبلي مواعين تاني بعد لسه ما خلصتش المواعين اللي من تحت، وتبلي مواعين تاني تبلي عادي اهي. نشوف المواعين اللي من تحت. شايفين؟ بتنضف المواعين بطريقه سهله اهي. المواعين ما كملوش معايا، انا عاملاه معاكم مباشر، ما كملوش معايا يمكن 5 دقايق. شايفين؟ كفايه كده. هوريكم بعد كده لما نيجي نشطف عشان بس الفيديو ما يطولش عليكم. ودي المواعين واحنا بنشاهدها. شايفين يا بنات؟ لا ما شاء الله، شايفين المواعين بتزيق.
شايفين الكوبايه دي مستخدمه جديده ولا حاجه. بصوا طبعا الخل بيخلي مواعين الازاز حلو قوي للازاز. والصين وكل الحاجات. شايفين وطبعا مش هلمع الالمونيا لان انا بغسل انا هحط شويه من المواعين عشان اعرف اشيل او اعرف اشطف. شايفين المعالق اتشطفت مره واحده بدل ما نقعد نشطف معلقه معلقه. الميه لسه نضيفه اهو من اللي احنا غسلناهم بعينهم. نشوفهم برضو عادي. وزي ما قلت لكم الكازرولة والحاجه اللي لازق فيها نطفت بكل سهوله. كل المواعين دي انا غسلتها. طبعا المواعين دي بتجمعها عشان عندي ولاد صغيرين بيخلونا انام، بيخلونا احيانا حاجه تراكم كده. شايفين الميه لسه نضيفه كتير لان الخل مش بيخلي الزبال يلزق في المواعين، بيعمل زي طبقه عازله بين المواعين والاطباق والحلل والحاجات دي. كمان غسلت الاطباق مش بتغسل حلل ومش بتغسل المونيا، لكن ده غسلنا الالمونيا عادي خالص. كل المواعين دي انا غسلتها. دي كنت مسيحه فيها سمنه طلعت بكل سهوله. ما احتاجتش ان انا اغير الميه خالص. بس كده خلصنا المواعين. هاي المواعين وادي كميه من المواعين اللي احنا غسلناها. شوفوا كم قد ايه غسلناه، ما كملتش في نص ساعه. طبعا كبيت الميه خلصنا كده والحمد لله. يلا يا بنات اللي عجبوا الفيديو بتاعي ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس ويكتب لي كومنت حلو كده زيكم عشان يشجعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.